نور الشريف أخد من القذافي 2 مليون دولار عشان يعمل فيلم يتريق فيه على عرفات، ومبارك لما عرف أدب نور الشريف وقعده في البيت. تبدأ الحكاية في نوفمبر 1991 لما نزل عرفات بنفسه القاهرة وراح قابل مبارك، وأول ما قعد معاه قال له يرضيك اللي عمله نور الشريف يعمل فيلم عن رسام الكاريكاتير ناجي العلي ويلمح إن أنا اللي خلصت عليه. فمبارك رد عليه وقال له أنا ما شفتش الفيلم ده، بس أسامة الباز هبعته يشوف الفيلم في مهرجان القاهرة السينمائي، لأن الفيلم ده هيبقى فيلم الافتتاح. وعرفات رد وقال له يا ريت الفيلم ده يتمنع، ده من ألعاب القذافي وهو دافع لنور الشريف ملايين عشان يضرب فيا. مبارك بص لعرفات وقال له خلينا نتأكد إن الفيلم فعلا بيسيء ليك ولا لأ، ما ينفعش أمنع فيلم وخلاص، وكمان أتأكد هل القذافي ورا الفيلم ده ولا لأ. وفورا كلم مبارك مستشاره أسامة الباز وقال له يا أسامة روح اتفرج على الفيلم انت وفاروق حسني وشكل لي لجنه واعرض عليا التقرير النهائي عن الفيلم ده، واعرف الفيلم ده بيقول ايه وايه علاقه القذافي بيه، وفورا بلغني. والكلام ده يا اسامه قبل ما الفيلم يتعرض على الناس. ثاني يوم راح اسامه الباز قاعه المؤتمرات عشان يتفرج على الفيلم قبل افتتاح مهرجان القاهره السينمائي ب3 ساعات، وكانت القاعه مقلوبه بالمسؤولين اللي كلهم جم بتكليف من مبارك عشان يتفرجوا عليه. وكان نور الشريف قاعد في القاعه متوتر ومتضايق من كتر الجدل اللي على الفيلم. واول ما عرض الفيلم خلص راح اسامه الباز لنور الشريف وقال له حاجه محدش يتوقع. لو وصلك الفيديو عملك وشير واكتب تحت وسطك وساعد الفيديو في الانتشار. اسامه الباز لما خلص الفيلم ده راح لنور الشريف وقال له انا مش شايف في الفيلم حاجه تسيء لعرفات، الفيلم كويس ومش بيهاجم حد، انا معرفش ليه عرفات واخد موقف من الفيلم ده. وراح اسامه الباز كتب تقرير لمبارك اللي فورا اول ما قرا التقرير كلم عرفات وقال له أسامة بيقول إن الفيلم عادي جدا ومش بيهاجمك، وأكيد أنت عارف إن أسامة منحاز ليكم أكتر منكم نفسكم. لكن الغريب إن نور الشريف أصلا كان صديق مقرب لعرفات، وكان أسامة الباز هو اللي عرفه عليه. لكن الغريب إن الهجوم على الفيلم ده ما بدأش من عرفات، بدأ من أسرة ناجي العلي نفسهم، لأن نور الشريف ما عرضش الفيلم عليهم فكانوا متضايقين جدا. لكن أغرب حاجة في الفيلم ده إن مؤسسة أخبار اليوم هي اللي كانت مسؤولة عن تسويق الفيلم، وكان ابراهيم سعد رئيس مجلس الاداره هو المسؤول برضه. لكن كان اول واحد يبدا هجوم على الفيلم ده، واخد راي فنانين كتير جدا قعدوا يغلطوا في نور الشريف ويشتموه، وده اللي خلى نور الشريف يتجنن، لان الفنانين زمايله قالوا عليه ان باع وطنيته بفلوس القذافي، وده لان الشركه اللي انتجت الفيلم كانت المنتج عادل حسني، وقالوا عنه ان عادل راح للقذافي اخذ منه ملايين الدولارات عشان يعمل الفيلم ده، لان وقتها القذافي كان على خلاف شديد جدا مع عرفات. والغريب ان الهجمه دي استمرت لدرجه ان دول الخليج حاطط نور الشريف على القوائم السوداء، يعني افلامه ومسلسلاته ما تخشش دول الخليج، لان القذافي كان علاقه سيئه جدا بدول الخليج. ورغم موافقه مبارك وقتها ان الفيلم يتعرض الا ان اخبار اليوم كملت برضه في هجومها وقعدت تربط من نور الشريف والقذافي. نور الشريف وقتها كان هيتجنن ويعرف ايه هدف الحمله دي، وكان بيتقال ان مبارك كان بيستخدمها لضرب القذافي، لان كان ابراهيم سعد والاخبار اليوم وقتها كانت اداه مبارك للهجوم على القذافي، وكان الفيلم ده ذريعه ان مبارك يضغط على القذافي. وطبعا الكلام ده كان معروف وشارك في الحمله دي فنانين كتير عشان يجاملوا النظام. لكن لما نور الشريف حس ان هو في حصار شديد كلم اسامه الباز وقال له انا محتاج اكلم الرئيس يكلمني المسؤولين في الخليج عشان يرفعوا اسمي من القوائم السوداء. وفعلا مبارك عشان يصالح نور الشريف كلم المسؤولين في دول الخليج واترفع اسم نور الشريف. ومن ساعتها نور الشريف كان على حرص شديد جدا ان علاقته بمبارك تفضل كويسه، لانه جرب قلبة وش الدوله حتى لو ما عملهمش اي حاجه او ضايقهم. وبعد فتره في جهاز من اجهزه الدوله كلم نور الشريف وقال له لازم تعمل لنا مسلسل الثعلب. نور الشريف ما كانش عاجبه السكريبت ولا السيناريو، لكن اضطر نور الشريف يوافق عشان يرضيهم، رغم ان المسلسل كان من وجهه نظره ضعيف وعشان ما يتضايقش منه مبارك. وفعلا عمل المسلسل واتعرض لهجوم شديد جدا ونقد شديد جدا. وما عداش كام سنه كلم صفوت شريف نور الشريف وقال له بقول لك ايه، عايزين نعمل مسلسل عن حياه مبارك ويتعرض في رمضان. نور الشريف وقتها ما قدرش يتكلم ووافق، لانه كان دايما هاجس فيلم ناجي العلي في دماغه. لكن بعد كده مبارك اتردد وما عملش الفيلم، فصفوت شريف اقنعه ان نور يعمل المسلسل ده مسلسل اذاعي باسم سيره ومسيره، وفعلا اتعمل مسلسل. وقتها تعرض نور الشريف لهجمه شديده جدا من صحف المعارضه، لكن نور الشريف كان في الغرفه المغلقه بيقول لهم انا مش عايز حد يضايقني، كفايه اللي حصل معايا في ناجي العلي. وفضلت علاقه نور الشريف
بالكبار فيها مخاوف شديدة جدا من أي غدر، لغاية ما حصلت الأزمة الكبيرة في حياة نور الشريف لما كتب جورنال أصفر إن نور الشريف في شبكة علاقات من نوع واحد. وراح نور الشريف يعمل بلاغ في النيابة ولقى إن في محضر مكتوب بتفاصيل هو نفسه استغربها، فبقى بيتقال له إن الكبار بيقدموك وإن الواقعة دي مختلقة. لكن اللي انتصر وقتها نور الشريف مش الكبار، ده جمهور اللي وقف معاه ضد الهجمة دي. لكن رغم أزمات نور الشريف والدولة ومبارك والضرب من تحت لتحت، إلا إن نور الشريف فضل يدافع عن مبارك حتى بعد يناير 2011. وفي حوار ليه بيقول نور الشريف: أنا كنت علاقة قوية جدا بمبارك، كنت بقابله كتير أنا وعمار الشريعي، والحقيقة أنا لما كلمت مبارك على حوار التوريث قال لي: أنا مش هورث حاجة يا نور لابني، والكلام ده كله كلام فارغ. لكن نور الشريف بيقول إن مبارك تعرض لنقطة تحول في حياته بعد عودته من أثيوبيا لما تعرض لمحاولة فاشلة للتخلص منه. وبيقول نور الشريف: أنا كنت أول مرة أشوف مبارك بالحالة دي، كنت أكلمه بحس هو مش سامعني وكان بيهز راسه وكأنه بيسمعني. لكن برضه نور الشريف بيحكي إن كان علاقته بمبارك علاقة قوية جدا وبيحبه كممثل. يعني مرة زاره في مدينة الإنتاج الإعلامي ولقاه بيمثل مسلسل مع عبلة كامل، فدخل عليهم وقال لهم: أنا بحب مسلسلكم لن أعيش جلو أبي، وطلب من نور الشريف وعبلة كامل يمثلوا له مشهد في المسلسل، وقال لهم: أنا عايز المشهد اللي فيه عبلة كامل عاملة فاطمة كشري وبتعمل لك كشري وأنت كنت لسه صغير مش رجل أعمال كبير. وفعلا عملوا المشهد ده قدامه ومبارك كان سعيد جدا بالمشهد. في نهاية الفيديو، هل أنت شايف إن مبارك استخدم نور الشريف لضرب القذافي ولا لا؟ شاركونا براءكم في التعليقات، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير، وطبعا صفحتنا على الفيسبوك وقناتنا على اليوتيوب وقناتنا على التيك توك.